الفلوس محتاجة تعب وتضحية طول الوقت. أسهل طريق للوصول للفلوس هو اليسر. الفلوس للرجالة بس، والستات ما بتعرفش تستثمر. مفيش قاعدة واحدة بتقول كده. الستات لازم تعتمد على جوزها. الاعتماد بيخلق خوف، والخوف أصعب مشاعر. إنما الحرية ما تتخيليش بتعمل معاكي إيه جوه. حرية وسلام وأمان. الست يا بتنجح في بيتها يا في شغلها. واللي قدامكم دي أم ال4 أبناء وست بيت وزوجة ناجحة، وبفضل ربنا تحولت من ست بيت لمليونيرة. لو الست طموحة ماديا تبقى أنانية. المال نعمة من نعم ربنا علينا في الأرض. الستات عاطفية ومش قد مسؤولية أي حاجة. العاطفة بتاعت المرأة هي أصلا نقطة قوتها، بس لو استخدمتها بذكاء. في حاجة اسمها الذكاء العاطفي، بتقدر تقود بيتها وأولادها وبزنس بتاعها ودول كمان. هو الصح ان انت تكوني رحيمة بنفسك وبتحبي نفسك وتكوني طموحة ماديا، لأنك لما تعملي كده هتكوني مبسوطة وسعيدة ومرتاحة، والنعيم اللي انت هتكوني عايشة فيه هتقدري تطفيه على اللي حواليكي. فمش من الأنانية بل من الرحمة. الحقيقة اللي بجد ان الفلوس مش للراجل ولا للست. الفلوس بتروح للي فاهم السيستم صح، للي فاتح الاستقبال جواه صح، اللي شايل الخرافات دي كلها وعايش بوعيه الحقيقي، وعي اسم الله الغني. لو انت حابة تشيل الخرافات دي وتبتدي صفحة جديدة تماما مع المال، اكتبي في التعليقات كلمة أنا مستعدة أستقبل، وإن شاء الله يتواصل معاكي حد من الفريق يشرح لك الخطة كاملة.